السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم ميس لميا من على قناة لميا شلتوت. واللي أول مرة تابعني على القناة دي، قناة مخصصة للتأسيس في اللغة الإنجليزية من سن 4 سنين، وكمان بنشرح كل المناهج الخاصة باللغة الابتدائية من أي كتاب. فاحنا شغالين النهاردة الفيديو ده لسنة أولى ابتدائي من كتاب المعاصر، ولو معاك أي كتاب مش مهم خالص، منهج جديد كونكت 2023. احنا النهاردة كنا شغالين في الوحدة 16 يونت 16، واللي كانت بعنوان It's 10 o'clock، الساعة 10 بالظبط أو تماما. أخدنا فيها lesson 1 الدرس الأول، وشرحناه وخدنا القاعدة والكلمات وتعلمنا ازاي نعمل الساعة. والنهاردة هندخل في lesson 2 الدرس التاني. طبعا أول حاجة بناخدها هي الفوكابلري، الكلمات، وبعد كده بنشرح القاعدة. يلا بينا نبدأ بالكلمات. يقف يعني ايه؟ ست. ماشي كده، دي الس لوحدها خلاص. فناخد بقى تا. طبعا بنتعلم ازاي نقرأ مش بنحفظ. stand. حتى التيتشر بتقولك stand up اقف. يقف يعني stand. هيقف في ايه؟ في الصف. صف يعني ايه؟ لاي. اللاي مسلمية، مش حضرتك بتقولي ان حرف الاي بننطقه ايه؟ المفروض هنا اقول ايه. اوعى تنسى الاي لما بتقعد في الاخر بتخلي اصحابها المتحركين اللي قبلها، الفاولز اصحابها اللي قبلها، يقولوا اسمهم. فهيقول اي، اسمه اي، مش هيقول صوته، هيقول اسمه. لاين. صف يعني ايه؟ لاين. صف يعني ايه؟ لاين. يلقي او يرمي حاجه. التي اتش هنا هننطقها اللي هي انا ثعبان، خليها حرف الث، يبقى ثرو. الاو دبليو ننطقها او ثرو. القمامة اسمها تراش. السي ال اس اتش بننطقها ش، يبقى تراش. أمين المكتبة اسمه ايه بقى؟ يلا بينا، يلا قول معايا. لاي بري. يبقى لاي هقسم الكلمة حسب النطق. لايبري ريان. احنا قلنا الاي اي بننطقها يان. لايبراريان. امين المكتبة، الشخص المسؤول عن المكتبة اسمه لايبراريان. طب يعني ايه مكتبة؟ مكتبة يعني library. نفس كل حاجة إلا الحتة الأخيرة بتاعت يان. library المكتبة، librarian أمين المكتبة أو الشخص المسؤول عن المكتبة. يلا قول معايا. السلة اللي برمي فيها تراش، اللي برمي فيها القمامة والمهملات، اسمها بين. أهو حرف الأي هنا بقى نطقناه إيه عشان معهوش حد من صحابه والفاولز التانيين، فهننطقه إيه بين. يزعق يعني ايه؟ شاو. الاو واليو بننطقهم او. واحنا قلنا الاو واليو او الاو والدبليو بننطقهم او. فهقول هنا شاوت. يبقى يصيح او يزعق يعني ايه؟ شاوت. يلا معايا بقى الكلمات اخر مرة. يقف، يقول معايا احفظ وأكرر كتير. يقف يعني stand. صف يعني line. يلقي يعني through. قمامة يعني trash. أمينة المكتبة اسمها librarian. سلة المهملات اسمها bin. يزعق يعني ايه؟ shout. كده دي الفوكابلري، الكلمات بتاعة الدرس التاني. نروح بعد كده على الاكتيفيتي، النشاط. وده شوف الطريقة الحلوة، الحاجة الحلوة اللي بنعملها فاعمل عليها صح، والحاجة الوحشة اعمل عليها غلط. سهلة جدا وجميلة. نيجي عند اللايف سكيلز. التمرين ده بيتكلم عن ايه؟ بشوف الصورة والكلام المكتوب تحتها واشوف صح ولا غلط. الولد ده بيعمل ايه؟ شاوت، بيزعق. تعال نشوف مكتوب ايه. بيقول انا don't انا لا. don't يعني لا. I don't انا لا shout انا لا اصيح.
طبعا الكلام ده غلط. والتمرين كل صورة عليها كلمة بيقول لك صح ولا غلط. البنت دي بتقول ايه؟ ناخد صورة كمان. بتقول ايه البنت دي؟ بتقول انا through برمي trash. قلنا trash اللي هي القمامة. in يعني في، يبقى in يعني داخل، يبقى in يعني داخل جوه. ذا جوه الايه بقى؟ بن جوه اللي هي سلة المهملات. طبعا الكلام ده صح. البنت اهي ثرو وبترمي التراش القمامة جوه البن جوه سلة المهملات. نقلب الصفحة ونشوف ايه بعد كده هيقابلنا. جه وقت الاكتيفيتيز الأنشطة. بيقول لي listen and circle. listen يعني اسمع، والcircle يعني اعمل دايرة. فأنا هنا مش هسمع، أنا هنا هقرأ وأعمل دايرة. تعال نجرب مع بعض. أنا ايه الكلمة دي؟ خلي بالنا دي قاعدة قاعدة في النطق. بتقولك ان الاي لو جه وراها حرف ال بننطقها all بننطق الاي بننطقها او. يبقى الاي لما يجي وراها ال بنطقها او. يبقى all always always. هنا الاس بننطقها ز. يبقى انا always دايما stand. الكلمة اللي خدناها النهاردة stand بقف. in يعني في. line قلنا هنا بننطق الاي بننطقها باسمها اي لان الاي في صاحبتها الفاول صاحبها قاعد بيساعدها في الاخر، فهقول اي مش هقولها ايه، هقول اي. ارجعوا لحلقات الصوتيات. الجملة التالتة الولد بيقول ده I shout. قلنا الأول يوم بننطقها أو، فهقول I shout يعني أنا أصيح. يبقى هو الولد ده اللي بيزعق واللي بيصيح. بعد كده عندي الماتشنج. ده بقى كلمات عادي، نقرا الكلمة ونحط الرقم بتاعها عند الصورة المناسبة ليها. الاكسرسايز التالت انا حريصة جدا الدرس ده نحل معاكم لان هو فيه جمل كتير. هنا في الاكسرسايز ده انا هشوف ايه اللي بيحصل فعلا واعمل عليه سيركل على الدايره بتاعته. هنا الاولاد واقفين في لاين في طابور، فهختار الجمله اللي بتقول انا. قلنا always انا دايما. stand بقف، فهم واقفين فعلا in a line في الطابور، اعمل عليها دايره. الولد ده بيزعق ولا بيزعقش؟ لا مش بيزعق، اهو عاملين عليها اكس. يبقى الولد ده بيقول انا don't يعني لا. shout لا اصيح او ما بزعقش. I don't shout. البنت دي بترمي القمامة في السلة. يعني ايه انا ارمي؟ انا throw. قلنا throw يعني يرمي. trash اللي هي القمامة. in في the pin. قلنا pin اللي هي سلة المهملات، يبقى اعمل circle على الجملة دي. هنا نفس الحكاية. بعمل ايه؟ بقرأ الجملة واشوف مين فيها اللي زي الصورة واعمل عليها صح، اعمل عليها tick correct right او صح. هنا نفس الحكاية، اشوف الكلمة المناسبة واعمل عليها صح. دي كان الاكتيفيتي اللي بعد كده او التمرين اللي بعد كده. بعد كده هنيجي عند lesson 3. دي بقى مش هناخدها المرة دي، ناخدها ان شاء الله الفيديو الجاي. وده مهم جدا ان هو يعلمنا ازاي نعلم اولادنا ان هم يتكلموا عن الساعة بالانجلش او يحكوا عن الساعة بالانجلش. درس جميل جدا ولطيف، ناخد الحصة الجاية ان شاء الله. لو بتعجبك فيديوهاتي اعمل لايك، لو لسه عملتش سبسكرايب اعمل بسرعة، وشير لاي حد من اصحابك عارف ان هو هيستفاد بالتأسيس او بالمناهج دي. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.